أكتر غلطة قاتلة بيقع فيها أي شخص في منصب قيادي جديد مش ضعف الخبرة الفنية، الغلطة الحقيقية إنه بيفكر بنفس الطريقة القديمة وبياخد قرارات حجمها أكبر بعقلية موظف تكنيكال. خليني أحكي لك قصة. شخص كان شاطر جدا في شغله وتعين تيم ليدر لأول مرة. في أول أسبوع فوجئ إن حجم العمل ومسؤولياته وطبيعة مهامه اتغيرت تماما، وبقى محتاج ياخد قرارات بتأثر على الفريق والعمل ككل. بعد أول شهر قابل مجموعة من المشاكل محتاجة ياخد قرارات مهمة، لكن مع الضغط وحداثة التجربة كل قرار كان بياخده كان مبني على حدسه وخبرته السابقة. وبمرور الوقت ظهرت الآثار السلبية للقرارات دي، وبدأ يشك في نفسه وفي قدراته، ولاحظ إن فريقه بدأ يفقد الثقة فيه والمشاكل زادت أضعاف. لكن لما بدأ يتبنى عقلية التفكير النقدي والتحليلي ويطبق مبادئه، المعادلة اتغيرت تماما. بدأ يوقف ويسأل ايه هي المشكلة اللي بتحاول حلها، وايه هي الاسباب الحقيقية للمشكلة، وايه هي الحلول المتاحة والحلول البديلة، وازاي ممكن احلها، وازاي اختار الحل الامثل وابني عليه. ساعتها الامور اتغيرت تماما، القرارات بقت اصوب، بالتالي النتائج بقت افضل، والثقة في النفس زادت، وكمان احترام الفريق رجع، بس مش عشان انصبه ولكن عشان نتائجه وطريقة تفكيره. الفرق بين القائد العادي والقائد المؤثر مش عدد السنين ولا حجم السلطة، الفرق الحقيقي هو قدرتك على الرؤية واتخاذ قرارات صائبة في الوقت اللازم، ومهارات تفكير وحل المشكلات عندك. ولو انت داخل مرحلة قيادية جديدة او نفسك تبني عقلية قيادية قوية، تابعني، لان في الفيديوهات الجاية همشي معاك خطوة بخطوة لحد ما نبني عقلية قيادية قادرة على التفكير النقدي والتحليلي وحل المشكلات واتخاذ القرارات.